نداء لاخواتنا الجزارين في عيد الاضحى. طبعا كلنا بنمر بمشاكل كتير واصابات كبيره جدا في عيد الاضحى، ولكن الفيديو دوت احنا حبينا نعمله قبل العيد. نوضح فيه بعض المشاكل اللي بتحصل، طبعا من اصابات كبيره جدا وبتؤدي الى وصلنا الى المستشفيات. في كم خطوه كده يا جماعه لازم نقول للناس عليهم لاتباعنا طبعا السلامه، طبعا ان شاء الله، وعيد اضحى ان شاء الله على الجميع من غير اصابات. عيد اضحى ان شاء الله من غير اصابات. ولكن لتجنب الاصابات ديت لازم نداء للجزارين وكل الناس اللي بتقف جنب الجزارين، حتى لو كان كميه كبيره او عدد كبير من الناس. حابين نقول كم معلومه كده ان شاء الله هتفيد الناس كلها في عيد الاضحى، سواء ان كان جزار بيذبح لك او انت بتذبح لنفسك وبيكون في اطفال جنبك او بيكون في سكاكين حاده جنبك. فده طبعا بيؤدي الى خطوره طبعا جامده على الاطفال وعلى سلامه اي واحد بيكون طبعا واقف. ناس كتير من اللي بتذبح ممكن يكون بيكسر حاجة بالشاطور، أو ممكن يكون بيعمل أي نوع من أنواع السكاكين ويكون بيعمل بيه وما ياخدش باله، أو يكون جنبه طفل، أو يكون الشاطور ده إيده مبلولة مية أو إيده منعصة دهن، ممكن يجي يخبط بيه يطير من إيده، يجي في أي طفل أو يجي في أي واحد أو يجي في رجله أو يجي في القدم بتاعه مثلا، بيعوره أو بيؤدي الإصابات بتكون كبيرة جدا. وده مر كذا، يعني مر على كذا جزار وحصل أكتر من كذا مرة ان في جزارين ادت الى الوفاة كمان بسبب الذبح وسبب الشغل في العيد الاضحى. ان ممكن يكون واحد بيذبح في العيد فقط، ما عندوش الخبرة، او هو مش جزار اصلا ولكن بيذبح في العيد فقط بس. فده بيؤدي الى خطورة جامدة طبعا عليه وعلى الناس اللي بتكون واقفة جنبه وعلى الذبيحة. كمان لو العجل بيكون شرس او العجل بيكون خطير جدا ومربوط وما بيكونش بيخرج، لما بيشم ريحة الدم او بيشوف الاطفال او بيشوف الزحمة او بيشوف الحاجات دي كلها، بيبدأ العجل يهيج ويبدأ ان هو بيعمل حاجات غريبة جدا. ودي متوقعة من الحيوانات، لان هو طبعا غير مدرك او غير يعني هو مش عارف ايه اللي هو بيعمله. فبالتالي الجزار اللي هو بيذبح دوت، او هو ما عندوش الخلفيه الكافيه، او ان هو مش بيتعامل مع العجول زي الجزارين اللي هي في الصنعه او الجزارين اللي هي فاتحه محلات جزاره، ما بيتعاملش معاها كويس او ما عندوش الخبره. فبالتالي هو بيذبح كل سنه فقط، او بيطلع بس يعني زي نظام واخدها باب رزق او واخدها هوايه ان هو بيذبح، فبيعرفش يتعامل مع العجول او ما يعرفش يتعامل مع العجل. فده بيؤدي الى مشاكل كتير واصابات كتير بتحصل منه ومن الذبيحه. ولو في اطفال واقفه طبعا ممكن العجل يخبط اي طفل او يخبط اي واحد يعوره او يؤدي الى اصابه كبيره جدا. وفي حاجات كتير برضه هنقولها لكم في الفيديو دوت. لو انتوا جزارين او اتنين او اكتر من كذا جزار شغالين في الذبيحه، ولو يعني بالاخص كمان لو شغالين في جنب واحد، يعني تلاقي مثلا في السلخ مثلا باتنين بيسلخوا في جنب واحد من العجل، ممكن اتنين يعوروا بعض. الافضل ان في واحد كل جزار بيسلخ في جنب لوحده، ده بيكون افضل. ولو انت هتسلخوا اتنين مع بعض، نصيحة: واحد يقف وواحد يشتغل، ما فيش اتنين يسلخوا مع بعض. طبعا كيفية التعامل مع العجول لازم انت تكون عندك الخبرة، او تجيب تشتري عدة تكون انت هتستخدمها لوحدك. وفي نفس الوقت لو هتجيب جزار يذبح لك لازم تشوف جزار يذبح لك يكون خبرة او بيعرف يتعامل مع العجول، او هو جزار اصلا بالفعل. عشان خاطر بيكون في عجول شرسة لازم التعامل معاها بيكون كويس جدا. وفي كمان معلومة حابين نوصلها للناس: لو انت بتذبح وايدك من عصا مية وايدك من عصا دهون، ما تمسكش اكتر من كذا سكينة، عشان السكاكين ممكن وانت بتخبط فيها او بتكسر راس او بتكسر فردة كوارع، ممكن سلاح من ايدك يطير او ساطور ايد من ايدك يطير. فنصيحة: تاخد معاك قماشة قطن او فلنة اللي هي البيضة ديت، او فوطة، او اي حاجه تنشف بيها ايد السكاكين او تمسح بيها ايد السكاكين. ده بيكون كويس جدا عشان تمسك بيه السكاكين، ولو هتيجي تخبط السكينه ما تطيرش من ايدك، ويكون ايدك كويسه وايدك تكون ايدك ناشفه. حاجه كمان: لو انت جنبك اطفال، نصيحه او حذاري ان انت تبعت طفل يجيب لك سكينه كبيره او يجيب لك اي حاجه ان انت تشتغل بيها، لان وارد ان هو ممكن يمسك ايديها او ممكن يمسك السلاح بتاعها بايده، او ممكن يوقعها على رجله. فده بتؤدي الى اصابات طبعا جامده جدا. ولو انت كمان بتذبح، يا ريت الناس اللي هي بتذبح توجه العجل على القبلة، في اتجاه القبلة مباشرة، ويبعد رجله عن عن رقبة العجل او رقبة الخروف وهو بيذبح، لان ممكن يذبح رجله او ممكن يقطع رجله. فلازم تكون حذر جدا، ولازم تكون رجلك ورا خالص بعيد عن الرقبة او بعيد عن السكينة، وايدك بس اللي بتكون على الرقبة، ويكون واحد ماسك معاك كويس الراس بتاعت العجل او الخروف، ويشد الجلد معاك كويس بحيث تنزل نازلة واحدة على رقبة العجل، تقدر ان انت تذبحه كويس بحيث ان هو
ان هو ما يقومش يجري منك، ولازم يكون متكتف كويس. ده عجل اهوت يا جماعه. بنديكوا بس نبذه. العجول دي بتكون سايبه من صغرها، ما بتكونش مربوطه، بتكون شرسه جدا، غير العجول اللي هي بتكون مربوطه او متربيه في الارياف. العجول اللي هي الصحراوي او العجول اللي هي بتكون متربيه في مزارع بتكون غير العجول اللي هي مربوطه من صغرها. طبعا عجل لما بيكون سايب غير العجل اللي بيكون مربوط. اللي بيكون سايب بيكون شرس زي ما حضراتكم شايفين، بس احنا بنعرف نتعامل معاه غير العجول التانية. احنا كجزارين بنعرف نتعامل مع اي عجول. وكمان يا جماعة الناس اللي هي بتحب تصور، الافضل ويا ريت ان هي تصور من بعيد، ما تصورش قريب من الذبيحة. ترجع ورا بالتليفون لحد ما الجزار يكتف العجل بتاعه ويبدأ ان هو يرقده، ويبدأ يبدأ التصوير في الوقت ده. يعني ما نجيش نصور وان لسه الجزار ما ذبحش، او نقف جنبه او نقرب منه ولسه الجزار ما ذبحش. زي ما حضراتكم شايفين ده عجل عامل ازاي، او حالة من الحالات اللي هي بتكون برضو بتمر بيها الناس في عيد الأضحى. صدقوني بيتقضي الى اصابات جامده جدا. فانت لو سمعت فيه دوت ابعته لاكتر عدد من الناس، تبعته لاكتر عدد من الناس عشان الناس اللي هي ناسي حاجه زي كده تاخد بالها. ويكون ان هي عندها الوعي ان هي تحافظ على اطفالها وتحافظ على السكاكين بتاعتها، ما تكونش محطوطه في الارض. واحد عيل او طفل يدوس على سكينه تعوره. فيكون في مكان معين للسكاكين، يكون فيه حذر شويه، يكون فيه اهتمام بالاطفال، وان احنا نرجع اطفالنا ورا. نخلي بالنا زي ما قلنا كام معلومه كده، نحاول ان احنا ننشف ايد السكاكين عشان ما تطيرش. واحنا بنذبح لازم نكون ورا، ويكونش فيه اطفال واقفه جنبينك عشان الذبيحه بتخاف. كل ده لازم ناخد بالنا منه. وفي حاجة كمان يا جماعة برضو لازم مبأكد عليك، لو انت بتضحي لنفسك لازم تخلي بالك من الأطفال. ولو في زحمة ترجع الأطفال كلها ورا قبل ما تذبح، عشان خاطر ممكن العجل دوت ممكن الحبل منه أو الحبل اللي بنربط بيه الحبل ده يفك، والعجل يقوم يقف ويجري وفي زحمة جنب منك، يخبط راجل كبير في السن أو أم أو طفل يكون معاه، او يكون واحده معاه طفل على دراعه يكون لسه رضيع صغير، يخبطه يحصل له حاجه. فلازم نخلي بالنا من الحاجات دي كلها، لان طبعا الاطفال مش هتستحمل خبطه عجل، او ان هي تستحمل صدمه كبيره زي كده او جرح او الكلام ده كله. وده طبعا بيضيع فرحه العيد ولذة العيد. فنصيحة يا جماعة برضو نخلي بالنا، وقلنا أكتر من كذا معلومة اهوت. ولو أنت أول مرة تسمع فيديو زي كده ابعته لصاحبك أو أي حد هيكون عنده أضحية، عشان برضو الناس يكون عندها الوعي ويكون عندها فهم إيه اللي بيتم وإيه اللي بيحصل في العيد. حاجات كتير بنقدمها من خلال فيديوهات الجزارة، ولكن جزارين كتير ما اتكلمش عن المعلومة ديت، وحبيت إن أنا أطلع أوضحها وأتكلم عنها. ولكن عشان ما نطولش في مدة الفيديو أكتر من كده، نصيحة لوجه الله خلي بالك. وكده يبقى احنا وصلنا لنهاية الفيديو. ولو انت استفدت اي معلومة حتى لو بسيطة من الفيديو، ما تنساش تدعمنا بالاشتراك الجميل، وتدعمنا بزر اللايك عشان الفيديو ده يوصل لأكتر عدد من الناس. وكده يبقى احنا وصلنا لنهاية الفيديو. مع ألف سلامة.